اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل حاجات كده حلوه، يعني تنفع معانا في السحور، وممكن تنفع معانا قبل رمضان. يعني لو الفيديو ده بقى نزل معاكم قبل رمضان، يعني ممكن تفطري منه الصبح. لو نزل معاكم في السحور في رمضان طبعا ممكن تاكليه بعد السحور كده بكوبايه شاي، كده يبقى حاجه كده في منتهى الجمال. وممكن تحفظ الفيديو معاكي للعيد، يبقى حلو جدا الفيديو ده. البسكوت ده تحفه جدا ومقاديره سهله جدا جدا، وطعمه وريحته فوق الوصف. معايا كوبايتين من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. طبعا احنا بنستعمل دقيق يكون كويس، يعني ينفع معاكي في اي استعمال، ويكون طبعا يعني كويس للبسكوتات والكحك والكلام ده. معايا معلقه صغيره مليانه، او ممكن معلقه، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه من الملح، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره. معايا ده الجوز الهند اللي انا طحناه، يعني يكون مجروش شويه، ما يكونش خشن، علشان طبعا يبقى كويس معاكي في البسكوت، ما يبقاش ظاهر قوي، ويبقى كويس معاكي في البسكوت. نقلب كده المقادير الجافه مع بعضها، اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والملح والبشر او جوز الهند. معايا بقى المواد السائلة، انا حطيت نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، وفانيليا. هحطها دلوقتي معاكم قبل ما انسى، لان انا الفانيليا دي بجد يعني ممكن انساها في وصفات، بس هي الفانيليا طبعا بتبقى لها عامل اساسي، بتبقى مدية ريحة كويسة جدا، ونكهتها بتبقى قوية جدا في البسكوت. حطيت كده، نقلب لحد ما السكر بتاعنا يبوش. ممكن تحطي المقادير السائله ديت في الخلاط لحد ما السكر بتاعك يبوش، مفيش اي مشكله. بس انا بجد يعني استسهلت ان انا اعمل بالمضرب كده على طول في السريع وانا واقفه، مش بقى مش لازم احنا ننزل الخلاط مخصوص لحاجه يعني سهله وبسيطه زي دي. هنحط بقى المواد السائله على المواد الجافه كده بعد ما بوشنا السكر كويس، ونقلب كده لحد ما نشوف العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتي مش هتبقى جافه، وما نقلبش قوي في البسكوت. البسكوت ما بيحتاجش ان انت تعجني فيه كتير، علشان طبعا ما يعضمش معاكي او ينشف معاكي يعني بطريقه مش كويسه، ويبقى معضم معاكي في الاكل. البسكوت بتاعي هيبقى ناشف مقرمش، يعني مش هيبقى معضم. شايفين العجينه بتاعتي فيها يعني سايله شويه او محتاجه شويه دقيق. هنحط معلقه بمعلقه يعني كده في المنخل بتاعنا او المضرب بتاعنا كده، لحد بقى كده ما نعجنها، يعني حاجه بسيطه نلمها كويس. ونشوف العجينه بتاعتي ما تكتريش فيها الدقيق، يعني مش محتاجه ان هي تبقى فيها مواد، يعني تبقى فيها دقيق كتير. بالراحه كده وانت بتلفي فيها او بتلميها كده باطراف صوابعك بس، وبعد كده يبقى معاكي العجينه كويسه. لو حسيتي انها محتاجه سنه دقيق ما تقلقيش خالص، هي حطي معلقه او معلقتين بالكتير يعني على العجينه بعد الكوبايتين اللي انت حطيتيهم في الاول. كده تمام معايا العجينه كويسه، هي فيها سنه تلزيقه بسيطه جدا. يعني لو انت غسلت ايديكي بعد ما لفتيها او عجنتيها، هتحس ان هي مفيش اي تلزيقه خالص. يبقى كده العجينه معاكي تمام، ما تكتريش دقيق او تبوظي العجينه بتاعتك، علشان ممكن تنشف معاكي قوي وتبقى مش كويسه. انا هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها البسكوت بتاعي، هنديها مسحه كده من الزيت، وبعدين اجيب بقى معلقه من بتاعه الشاي علشان اديها تقويره، يبقى حجم العجينه بتاعتي يبقى كله بسوى واحد او قد مقاس واحد. يعني هكور كذا كوره كده واحطها في جوز الهند اللي انا بشراها، او اللي انا مديها يعني نعمها كويس في الكبه، علشان تبقى مدياني شكل كويس في البسكوت بتاعي. هحاول بقدر الامكان ان انا يعني اوحد التقطيعه بتاعتي، ما تبقاش واحده كبيره واحده صغيره، يعني حجمها هيبقى يعني اقل من الليمونه شويه، يعني ما يكونش حجمها كبير، حجمها اقل من الليمونه او البليه الصغيره اللي ولادنا بيلعبوا بيها كده زي ما انتوا شايفين. انا هلفها كده في الجوز الهند، وبعدين هفردها كده فرده بسيطه، يعني يكون حجمها ما يبقاش كبير او يعني ما تبططهاش قوي، تبقى رقيقه قوي، يعني حجمها يبقى مناسب معاكي كده في الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الصينيه. او ممكن بعد ما انت ما تكوريها كده بالشكل اللي انا عملته كده، ممكن تحطها في الصينيه ما تبططهاش، وباي غطا برطمان عندك، وتروحي مديها ضغطه واحده بس، هتبقى مفروده معاكي، والفرده هتبقى متساويه، والشكل كله هيبقى كويس ومفرود معاكي كويس. يعني انا جربت الطريقه دي وجربت الطريقه اللي انا فردتها بايديا، يعني الطريقه بتاعه البرطمان هتبقى احسن من ايديكي كتير.
هتعملي الكميه بتاعتك كلها، تبقى ما شاء الله ترمي معاكي كميه حلوه قوي، مش هتبقى وطعمها لذيذ جدا بالشاي، او ممكن تعملي شاي بلبن تبقى جميله جدا وحلوه ومفيده جدا لاولادنا. ممكن تعملها بقى في رمضان تبقى حلوه برضك معاكي في السحور او بعد الفطار، برضك حاجه لذيذه كده ومختلفه معاكي. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، وكل سنه وكل حبايبنا في كل مكان طيبين وبخير. كده تمام زي ما انتم شايفين كده، انا بجيبها بكورها كده في جوز الهند، وبعدين اروح فردها في الصينيه بتاعتي. يبقى كده معايا البسكوت بقى بجوز الهند، ريحته رهيبه جدا يعني وانت بتسويه كده بتبقى له ريحه جميله جدا. وممكن على فكرة تعملي اللبن، يعني ممكن تحطي بدل اللبن مية وانت بتعجني البسكوت. يعني ممكن تبدلي اللبن بالمية عادي، مفيش اي مشكلة. لو انت مش متاح عندك لبن ممكن تبدلي كده بالمية. زي ما انتوا شايفين كده هنقطع بقى الكمية يعني على قد ما بقدر، يعني احط شوية كده في الطبق وبعدين افردهم وبعدين اقطع يعني كام واحدة تاني، وعلى ما اخلص الكمية كلها يبقى كده تمام معايا. مش هتاخد معايا والله وقت خالص. انتي استسهلي كل حاجة وجربي واعملي الحاجات الحلوة ديت علشان ولادك يبقوا مبسوطين بيها وفرحانين بيها في البيت. تملي بيتك خير كده وانتي يعني قاعدة في البيت. مش هتاخد معاكي اي حاجة خالص. ربع كيلو دي ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة. كده تمام. انا سايباكم بس تتفرجوا بس تشوفوا انا عملت ايه، علشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو ونرغي كتير وتزهقوا مني. لو انتوا وصلتوا معايا لحد كده يبقى ما تنسوش اللايك. كده تمام. خلصت بقيت الكميه كلها ما شاء الله، عملت معايا صينيتين كبار جدا. هنسويها بقى معايا فرن ساخن مسبقا، يعني على درجه حراره تكون متوسطه ما تكونش عاليه قوي. انا شغلت القعر بس من تحت، وبعدين لما احتجت الشوايه شغلتها لحد ما خد معايا لون من تحت ولون من فوق. ويبقى كده معايا البسكوت ما شاء الله لونه وريحته كانت جميله جدا، يعني ريحته فوق الوصف. ريحه جوز الهند معاكي وهو في البسكوت ده تحفه جدا، وقرمشته لذيذه جدا. يعني ممكن تجربيه كده وتعملي بكوبايه شاي بلبن كده الصبح، حاجه كده في منتهى الجمال. لو الفيديو ده نزل لكم قبل رمضان، لو نزل بقى في رمضان ممكن تسحروا بيه. واشوفكم يا رب على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويا رب تكون سنه سعيده علينا وعلى امه المسلمين اجمعين. وبكده